العلاقة مع الله هي العلاقة مع السعادة. لو ذهبنا إلى أسعد الناس قلبا هم الأنبياء، والأنبياء هم أقل الناس تكلفا، لكن عنده علاقة مع الله عز وجل. هذه العلاقة جعلته أسعد إنسان يسير على الأرض. العلاقة فيها أسرار. جزء من هذه الأسرار أن تقدم أشياء لله عز وجل لا يعلم بها أحد، لأن يوم القيامة عندنا خزائن للأعمال، أعمال السرائر، وخزائن للأعمال العامة. صح. خزائن أعمال السرائر المضاعفات فيها مختلفة، فأنت تقدم شيء في السر، ضيق بك الحال يوم لا سمح الله يجيك أمر ما تحبه، فترفع يدك شو تقول؟ اللهم إني أسألك بالذي بيني وبينك. الصالحين كل واحد عنده خبيئة، كل واحد عنده خبيئة مع الله عز وجل، يقدم عمل يخفيه عن المخلوقين. هذا العمل هو في لذة مع الله عز وجل، كأنه مفتاح لباب الدعاء. اللهم نسألك بالذي بيني وبينك، فودك تعرف شيء اللي بينه وبين الله عز وجل.